مرحبا الأصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الإخوان، اليوم الموضوع ديالي غادي نهضر على العملات النقدية المغربية. جميع الإصدارات اللي مروا في تاريخ المملكة المغربية بالنسبة للسنتيمات. الإخوان اللي عنده بحال هاد العملات يرد معايا البال ويشوف هذا الفيديو، راه ضروري باش تعرف بزاف ديال المعلومات، حيت كاين بزاف ديال التساؤلات كيبقاو يدوروا على نفس العملات ديال المغرب النقديه، من 1 سنتيم حتى ل 20 سنتيم سواء. انا جبت لكم جميع الاصدارات الاخوان، ما فيها باس تبع معايا الفيديو باش تعرف الحقيقه الكامله، تعرف العملات اللي كيسووا الملايين وتعرف العملات اللي كيسووا بضعه دراهم، باش ما يبقاش شي واحد مثلا يقول لك هاد العمله كتسوى كذا ولا كذا. من الاحسن تعرف هاد المعلومات اخي او اختي، تبع معايا الفيديو. عندنا اول اصدار هو ديال سنه 1974، كيف ما كتشاهدوا 1 سنتيم، او كنقولوا عليه حنا الفرنك المغربي، اصدار سنه 1974. ايضا 5 سنتيم 1974، ايضا 10 سنتيم تنقولوا لها جد ريال، ايضا 20 سنتيم 1974. انا غادي نوريكم عمله بعمله، دابا نوريكم الاصدارات. الاصدار الثاني اللي كان بالمملكه المغربيه واللي كان فيه حتى هو 1 سنتيم سنة 1987، 1 سنتيم، 5 سنتيم، 10 سنتيم، 20 سنتيم، كنقولو حنا الفرنك ريال، 2 ريال، 4 ريال، وكاين بعض المناطق بالمغرب كيقولوا الدورو. أيضا هاد الإصدار ديال 74 و 87 كان فيهم الفرنك أو 1 سنتيم. الإصدار اللي جا من وراهم ديال 2002 كان أول إصدار في عهد الملك محمد السادس، ما كانش فيه الفرنك أو 1 سنتيم، كانت 5 سنتيم، 10 سنتيم، 20 سنتيم. هادو الإصدارات الثنائية بالمملكة. 74 87 كانوا فيهم 4 ديال القطع من 1 سنتيم حتى 20 سنتيم. هذا الإصدار ديال 2002 كان ثالث إصدار ثلاثي فيه 5 سنتيم، 10 سنتيم، 20 سنتيم. لكن الإصدارات اللي جاو منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا ما كانش بهم 5 سنتيم، يعني 5 سنتيم بالمملكة كانوا 3 ديال الإصدارات، 1 سنتيم بالمملكة كانوا 2 ديال الإصدارات. هذا الإصدار ديال 2011 عندنا فيه واحد السر، واحد المعلومة غادي نكشفوها لكم الإخوان. عملات مصنوعة من مواد سريعة التآكل وما كتصبرش للرطوبة وكتصدى كما كنقولوا، مصنوعة من مادة كنقولوا ليها حنا لافوند، ومطلي بالنحاس الأصفر. هاد العملة فيهم واحد القطعة غادي نقول لكم السر ديالها أو التاريخ ديالها في النهاية ديال الفيديو. كيف ما قلنا الإخوان، هاد القطع ديال 1974 كيف ما كنشاهدوا الإخوان اللي عمره ما شاف هاد القطع النقدية المغربية أول مرة. مرحبا بك الإخوان اللي كيهتموا بهاد الهواية، يشتركوا معنا في القناة ويفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كيف ما كتشاهدوا الإخوان، في ظهر العملة شعار المملكة المغربية، في وجه العملة 1 سنتيم 1974 موافق 1394 سنتيم واحد. هاد العملة الإخوان مصنوعة من مادة الألمنيوم، وهي سريعة التآكل مع الرطوبة مع المناخ، وهي خفيفة في الوزن. بالنسبة لهاد العملة الإخوان، السعر ديالها بالأسواق المغربية لا يتعدى 10 الدراهم، نظرا لجودة أو لنوعية المعدن. بحال هاد العملة اللي مطلوبة في المواقع الخاصة كيبحثوا عليها الإخوان مهتمين، هي اللي فيها واحد الخطأ يسمى فراب ديكالي أو ضرب مزدوج.
تقدر تلقى رقم واحد مطبوع جوج مرات، مهم تلقى فيها شي اختلاف بالعملة. أما إلا كانت العملة سليمة بحال هاد العملة اللي كنشاهدو سعرها لا يتعدى عشرات الدراهم. بالنسبة لقطعة 5 سنتيم سنة 1975 كيف ما كتشاهدوا الإخوان بمواصفات عالية، 5 سنتيمات. انظروا الإخوان القيمة الإسمية والتاريخ، أيضا في شعار المملكة بدار العملة تقريبا نفس الشعار بحال العملة ديال 1 سنتيم. بالنسبة لهاد العملة ديال 5 سنتيم الإخوان 74 كانوا فيها بعض القطع ذهبية وهي مبحوث عنها بالملايين، واللي صادف قطعة من هذه الفئة ذهبية حلال عليه ملايين، وبالأخص هذه ديال 1974 نظرا للتاريخ ديالها. باش تعرف القطعة الذهبية إلا كانت مثلا تمتاز بالبريق ولا معان بحال هذه اللي كنشاهدو، الوزن ديال القطعة العادية فيها 2 غرام، الوزن ديال القطعة الذهبية فيها 4 غرام. من بعد لا لقيت فيها 4 غرام غادي تمر للمرحلة الثانية وهي العيار بالذهب، وكن أكيد إلا كان فيها 4 غرام راها قطعة ذهبية وحلال عليك الملايين. نفس الشيء إخوان بالنسبة لقطعة 10 سنتيم أو 2 ريال 1974 كيف ما كنشاهدوا الإخوان المواصفات ديال العملة 1974 1374 94 عفوا هجرية، 10 سنتيمات كيف ما كتشاهدوا الإخوان. هنا بدار العملة شعار المملكة المغربية. أيضا هاد العملة ديال 1974 10 سنتيم أو 2 ريال كانوا فيها بعض القطع ذهبية، كاين اللي صادفوا قطع ذهبية ومازال لحد الساعة مبحوث عنها بالملايين. كيف ما كتشاهدوا الإخوان هاد القطعة من النظرة الأولى تنشوفوها باينة قطعة عادية، أما إلا كانت عندك قطعة بحال هادي تمتاز بالبريق ولا معان وشكيتي فيها يمكن لك تعيرها بالعيار ديال الذهب أو توزنها. القطعة الذهبية فيها تقريبا 6 غرام. أيضا نفس الشيء بالنسبة لعملة 20 سنتيم المحبوبة عند جميع المغاربة، الناس اللي عاشوا في هذه الحقبة ديال هاد 20 سنتيم أو 4 ريال كانت تساوي الشيء الكثير في الوقت ديالها. كيف ما كتشاهدوا إخواني المشاهدين التاريخ أو القيمة الإسمية ديال العملة 20 سنتيم، ثم التاريخ بالهجرية وبالميلادية، ثم شعار المملكة إن تنصروا الله ينصركم. انظروا الإخوان مواصفات ديال العملة والجودة ديال العملة في حالة جيدة. انظروا إخواني في وجه العملة صورة للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، ثم المملكة المغربية الحسن الثاني. الإخوان أيضا هذه العملة ديال سنة 1974 20 سنتيم أو 4 ريال بالمغربية كانوا فيها بعض القطع ذهبية ومبحوث عنها بأكثر من 10 ملايين أو أكثر من 10,000 أورو أو 10,000 دولار. الإخوان اللي يقدر يصادف واحدة ذهبية فحلال عليك مبلغ محترم من الملايين. باش تعرف القطعة الذهبية مثلا إلا كانت عندك عملة تمتاز بالبريق ولا معان وشكيتي فيها قلتي حقا وقيلة ديال الذهب، أول حاجة القطعة العادية فيها 4 غرام بحال هذه أو أقل، أما القطعة الذهبية فهي تزن 8 غرام. إذا صادفتي قطعة من فئة 20 سنتيم بحال هذه اللي كنشاهدو فيها 8 غرام فحلال عليك أخي أو أختي مبلغ يفوق 10 مليون سنتيم. والإخوان اللي صادفوا
قطع ذهبية تواصلوا معايا، غادي نساعدكم على بيع العملات الذهبية. أما بحال هاد العملات الإخوان راه موجودين بكثرة، وأنا بغيت ندير هاد الفيديو لأن لحد الساعة مازال العديد من التساؤلات على هاد القطع المغربية، نظرا لوفرتها بالبيوت المغربية، والكل يتساءل ما هو سرها وما هو سعرها الحقيقي. الإخوان، عملة 20 سنتيم تساوي 20 سنتيم، مازال بالتداول لحد الساعة. أما القطع الذهبية فهي تساوي الكثير. الإخوان، أيضا 1 سنتيم ديال سنة 1987 كيف ما كتشاهدوا الإخوان، العملة ما كتبقاش محتفظة على الجمالية ديالها لأنها مصنوعة من الألمنيوم، وحنا كنعرفوا الألمنيوم ما كيصبرش بزاف مع الرطوبة. في وجه العملة السمكة 1 سنتيم باللغة العربية، ثم التاريخ 1987 1407. الإخوان، هذا الإصدار ديال 1987 كان أول إصدار للنقود، أو أول مرة تصك النقود بالمملكة المغربية بدار السكة بمقرها بالمغرب بمدينة سلا. وهذا الإصدار ديال 87 كان أول إصدار بدار السكة بالمملكة المغربية. هاد الفرنكة إخوان أو 1 سنتيم إذا كان فيه شي ديكالاج بالصك أو بالطبع فهي عملة مطلوبة، أما إذا كانت بحال هذه عملة سليمة فهي تساوي عشرات الدراهم لا أقل ولا أكثر. أيضا بالنسبة ل5 سنتيم سنة 1987 كيف ما كتشاهدوا الإخوان كنقولوا لها 5 سنتيم سبولة بمواصفات جميلة، نقود الجيل الذهبي. الاختلاف اللي كان بينها وبين 5 سنتيم ب74 هو اشتعار المملكة في ظهر العملة صغير شيئا ما بالمقارنة مع العملة ديال سنة 1974. كيف ما كتشاهدوا الإخوان كان الاختلاف في ظهر العملة فقط. أيضا هاد العملة ديال 5 سنتيم 87 كانوا فيهم قطع ذهبية، كانت تقريبا 30 قطعة ذهبية. كاين اللي صادفوا قطع ذهبية ومازال لحد الساعة مبحوث عنها بالملايين. الإخوان، القطع الذهبية 87 و 74 كانوا بجميع الفئات، كل فئة فيها 30 قطعة ذهبية. الإخوان، لا عندك عملة بحال هذه مثلا وشكيتي فيها وقلتي وقيلة ديال الذهب رباه ما حكا باقا كتبان صفراء، هي هما كاملين مصنوعين من النحاس والنيكل. العملة العادية بحال هذه اللي كنشوفوا الإخوان قطعة سليمة من الأخطاء وهي ليست ذهبية، الوزن ديالها 2 غرام أو أقل. أما القطعة الذهبية المبحوث عنها الوزن ديالها 4 غرام. الإخوان، الوزن ديال القطع الذهبية كيبقى في نفس الوزن، مكيقلش الوزن ديالو بالمقارنة مع القطع بحال هادو اللي مصنوعين من النحاس والنيكل. الوزن ديالهم يقدر يرجع أخف من الوزن اللي كان فيها. العملة الذهبية فيها 4 غرام، لقيتي عملة بحال هادي 87 فيها 4 غرام فحلال عليك مبلغ محترم من الملايين. الإخوان، ملي كنصادف قطعة في هذا الوزن اللي كنقول كنمشي للعيار ديال الذهب، واحد 95% غادي تكون قطعة ذهبية. أيضا بالنسبة ل10 سنتيمات 1987 1407 هجرية كيف ما كتشاهدوا المواصفات ديال العملة، القبالة كنقولوا 10 سنتيم أو 1 ريال القبالة. أيضا في ظهر العملة المملكة المغربية. الإخوان، بحال هاد العملة ديال 10 سنتيم أيضا كانوا فيها قطع ذهبية خرجوا
واحد 30 قطعة ذهبية كاين اللي صادفهم وباعهم بالملايين، وكاين بعض القطع أخرى ما يزال البحث عنها جاري لحد الساعة. الإخوان اللي عنده عملة بحال هادي ديال الذهب، أما اللي كنشاهدوه في فيديو من النظرة باينة قطعة نحاسية. الإخوان لا صادفتي قطعة من فئة 10 سنتيم أو 2 ريال القبالة ديال الذهب فحلال عليك مبلغ محترم من الملايين. أيضا بالنسبة نفس الشيء بالنسبة لقطعة 20 سنتيم كما تشاهدون إخواني بالرموز الأمازيغية اللي كتعبر على الأصالة ديال المملكة المغربية الشريفة. كما كتشوفوا القيمة الإسمية 20 سنتيم، 20 سنتيم، 1987، 1407. الإخوان كاين بحال دابا هاد الجيل، كاين الجيل اللي ما عاش بهاد النقود وكاين اللي عمرو ما شاف هاد النقود. من الأحسن تشوف العملات وتعرف النقود اللي مروا من هذا البلد الشريف. أيضا الإخوان هاد القطعة ديال 20 سنتيم 1987 كانوا فيهم 30 قطعة ذهبية، وكاين الإخوان اللي صادفوا قطع ذهبية وباعوهم بأكثر من 10 الملايين، وكاين البعض الآخر يبحث ويتساءل على هاد العملات الذهبية. الإخوان بحال هاد العملات كتشاهدوهم في بعض المنصات كيقولوا كيديروا كذا وكذا، أنا بغيت نشرح ونوضح لكم علاش كيقولوا دوك الأسعار. عندك بحال هادي ديال الذهب غادي تبيعها ب10 المليون وكثر، عندك ديال 74 غتبيعها بواحد الثمن مرتفع نظرا للتاريخ ديالها. أما إلا كانت عملة الإخوان بحال هادي عادية فلا داعي للكثير من الأسئلة، فهي عملة من النحاس والنيكل تزن 4 غرام، تساوي 20 سنتيم لا أقل ولا أكثر. أما القطعة الذهبية من هذه الفئة فهي تزن 8 غرام، قطعة ذهبية تساوي الملايين. الإخوان بحال هاد العملات راه كيتباعوا في المواقع الخاصة ببيع النقود والسعر ديالهم مميز. بحال هاد العملات هادو كتبقى تسمع 10 أورو، 15 أورو، 20 أورو، 30 أورو نظرا للتاريخ ديال المملكة. أيضا الإخوان بالنسبة لهاد القطع ديال 2002 كيف ما كتشاهدوا 5 سنتيم، الجودة ديال العملات أو النوعيات ديال المعدن. هانتوما كما كتشاهدوا إخوان المملكة المغربية، شعار المملكة، المملكة المغربية تكتبات من التحت عكس النقود الأخرى. 5 سنتيم 2002. هاد القطع الإخوان ديال 2002 سواء 5 سنتيم أو 10 سنتيم أو 20 سنتيم قطع عادية وليست بها أسرار، ما كانوش فيهم الإخوان قطع ذهبية، قطع نحاسية مختلطة ببعض المعادن. شوفوا الإخوان اللون ديالهم كيفاش كيتغير اللون إلى الأحمرار. كما قلنا هادو ديال 2002 الإخوان ما فيهمش أسرار إلا كانت العملة فيها أخطاء. ملي كندخلوا للأخطاء ديال العملة راه أي عملة تساوي الشيء الكثير، سواء كان التاريخ ديالها قديم ولا التاريخ ديالها جديد، فهي عملة تساوي الكثير. بالنسبة للإخوان لهاد الإصدار ديال من 2011 إلى يومنا هذا كما كنشاهدوا كانت 10 سنتيم النحلة وكاينة هاد 20 سنتيم. أنا بغيت نوضح لكم واحد السر على هاد العملة. بالنسبة ل10 سنتيم صادفوا بعض الإخوان قطع فيهم أخطاء وفيهم بعض الاختلافات وبعض الازدواجية أو الديكالاج ومعروضين بأسعار مرتفعة. الإخوان هاد العملات ديال من 2011 إلى يومنا هذا تصنعوا بمعادن سريعة التآكل كما كنشوفوا نحاس
مثلا بحال الزنق مطلي بالنحاس او لافوند مطلي بالنحاس. هاد العملة عكس العملات ديال 87 و 74 كانوا من النحاس و و والالومنيوم وكانوا كيصبروا اكثر. كيف ما كتشاهدوا الاخوان، التاريخ ديال هاد العملة 2016. هاد الفئة ديال 20 سنتيم فيهم واحد العملة مطلوبة، واحد التاريخ مطلوب هو 20 سنتيم 2017. راه بزاف ديال الاخوان كيقلبوا عليها الاخوان، كتشوفوا بزاف ديال الفيديوهات كيقولوا كنشريهم مثلا 100 درهم 200 درهم. 2017 كان اصدار قليل من الفئه ديال 20 سنتيم. كاين بعض القطع لكن قليله بالمقارنه مع الاصدارات الاخرى ديال 2000 من 2011 الى يومنا هذا. اخوان اللي عنده بحال 20 سنتيمات، اي البيوت فيهم بحال هاد العملات. نبحثوا الى صادفنا القطعه ديال 2017. تواصل معايا الاخوان، كتب لي كومونتير او ارسل لي في الواتساب وانا غادي نساعدك على بيع العمله. وإلا كانت عندك عملة نقية في حالة أحسن من هذه غادي يكون الثمن ديالها مرتفع. إخوان، كنتمنى هاد المعلومات تكون مفيدة باش منبقاوش نسولو على هاد العملات النقدية أو الفلوس ديال كنقولو حنا الشوق ولا ديال الحديد ديال المغرب. أنا عطيتكم الأسرار ديالهم تقريبا كاملين، من واحد فرانك حتى 20 سنتيم، حيت كاين بزاف الإخوان في جميع المنصات كيبداو يتسائلوا واش راه تنشوفوا كيديروا الملايين، كيقولوا لنا كيديروا الملايين. الاخوان، انا كنجيب لكم الحقيقه ونبارطاجي معكم المعلومات اللي كتخلي هاد العملات مثلا يسواو الملايين. اخواني اخواتي، اشكركم على الدعم ديالكم للقناه وعلى التواصل الدائم معي. اي واحد عنده شي استفسار، عندك شي معلومات، بغيت تعرف شي حاجه على العملات، عندك شي عملات نادره سواء ذهبيه او فضيه او بها تاريخ نادر، تواصل معايا. معكم اخوكم السلاوي دائما رهن الاشاره. كنتمنى لكم اوقات ممتعه، والى هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.